السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة التانية من أقوى كورس في المحاسبة المالية. اتكلمنا في الحلقة الأولى على معادلة الميزانية بشكل سريع. النهاردة هنطبق مثال عملي على معادلة الميزانية وتحليل العمليات Transaction Analysis، وهنشوف الواقع العملي وإيه هي فايدة معادلة الميزانية. أول حاجة هي تكوين المشروع الاستثماري. لو حضرتك معاك 15,000 جنيه على سبيل المثال وهتبدأ بيهم مشروع، عشان أثبت الكلام ده على الورق المحاسبة لها طريقتها. هنثبت الكلام ده بطريقة معادلة الميزانية. أنا قلت لحضرتك إن معادلة الميزانية الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية، assets بتساوي liabilities زائد owners equity. إن دي ال15,000 اللي معاك ده كده في جانب الأصول، في جانب حقوق الملكية الطرف الآخر من المعادلة هيكون رأس المال ب15,000. ده كده بيقولوا عليه القيد الافتتاحي أو قيد بداية المشروع أو قيد الاستثمار الانفستمنت. هنا حاجة حضرتك بعد ما ثبت رأس المال بتاعك وبداية المشروع بتاعك، أكيد أول حاجة هتفكر فيها إنك حضرتك هتشتري معدات، هتشتري أجهزة، هتشتري أصول اللي هي وسائل مساعدة عشان تبدأ بيها مشروعك. فعلى سبيل المثال إن حضرتك هتشتري أجهزة كمبيوتر ب7,000 جنيه، طبعا هتاخدهم من النقدية بتاعت حضرتك. طيب الكلام ده يظهر ازاي في معادلة الميزانية؟ طبعا النقدية في جانب الأصول والأجهزة برضه في جانب الأصول، يبقى النقدية هتنقص ب7,000 والأجهزة هتزيد بال7,000، واليمة التانية من المعادلة لا تأثير، رأس المال هيدنه زي ما هو ب15,000 جنيه. العملية التالتة، لو حضرتك جيت تشتري مهمات مكتبية أو تشتري ورق طباعة عشان تطبع بيه، اللي هو تحت بند مهمات مكتبية، وطبعا نفترض إن حضرتك اشتريته على الحساب ما دفعتش فلوسه بالآجل. يعني نفترض إن احنا اشترينا بيه 1,600 جنيه. طبعا المهمات المكتبية هتزيد عندي في جانب الأصول ب1,600 جنيه، وفي الجانب الآخر الالتزامات هيزيد 1,600 جنيه تحت بند الدائنين. يبقى مهمات مكتبية أصول 1,600 جنيه والتزامات دائنين 1,600 جنيه. العملية الرابعة، جالك عميل أو جالك زبون قالك خد مثلا مقدم أو عربون عشان بعد كده هاجي اطلب منك شغل هيبقى فيه تعامل ما بيننا. نفترض ان هو مثلا اداك 1,200 جنيه نقدا وحضرتك لسه ما اديتش له خدمة. الكلام ده هيظهر ازاي في معادلة الميزانية؟ بند الأصول نقدية هتزيد بال1,200 جنيه. أي إيراد بيسمع في رأس المال، أي إيراد بيسمع في رأس المال. يبقى حضرتك في جانب الأصول تحت بند النقدية هتزيد ب1,200 جنيه. الناحية التانية من المعادلة حقوق الملكية رأس المال هيزود عليه إيراد الخدمات بال1,200 جنيه. العملية الخامسة، لو أنا طلبت عملية أو حصلت على عملية وما دفعتش مقابل للعملية، على سبيل المثال رحت أعمل دعاية وإعلان وما دفعتش لحد ما المشروع يشتغل، في الحالة دي التأثير هيكون في الجانب الشمال من المعادلة. نفترض إن مصروف الإعلان دوت ب250 جنيه. طب كل اللي أنا هعمله ال250 جنيه دول هاخدهم من رأس المال بالنقص، أنقصهم من رأس المال وأروح أزودهم على حساب الدائنين في جانب الالتزامات. يبقى رأس المال هينقص ب250 والالتزامات هتزيد ب250، واحدة موجب وواحدة سالب والاتنين في نفس الاتجاه. تبقى معادلة الميزانية في حالة التساوي. العملية السادسة، تقديم خدمات نقدا وعلى الحساب. المشروع بتاع حضرتك ابتدى يشتغل، جالك زبون طلب منك خدمة، تأديله خدمة، تكلفة الخدمة 3,500 جنيه.
قالك والله انا مش معايا الا 1500 جنيه هدفعهم لك نقدية دلوقتي، والباقي على الحساب شهرين 3 وهديهم لك مفيش اي مشكلة. الكلام ده يظهر ازاي؟ في معادلة الميزانية. في جانب الأصول 1500 جنيه نقدية هيزيدوا عن نقدية، يبقى أصول نقدية هتزيد ب1500 جنيه. طيب في جانب الأصول المدينين هتزيد عندي ب2000 جنيه، المكمل بتاع 1500 جنيه عشان الخدمة كلها ب3500 جنيه. يبقى النقدية هتزيد ب1500 جنيه. والمدينين اللي هم العملاء يا جماعة اللي كنا بنشرحها في أول حلقة، العملاء اللي هم المدينين هتزيد ب2000 جنيه. وطبعا احنا قلنا اي خدمة او اي ايراد بيسمع في رأس المال، يبقى الجانب الشمال من المعادلة هيزيد ب3500 جنيه. وبرضو معادلة الميزانية عدلناها في حالة تساوي. ايه العملية السابعة بعد ما المشروع بتاعك ابتدى يشتغل اول شهر؟ جيت اخر الشهر لقيت عند حضرتك مصروف الايجار وراتب ومصروفات نسرية، لقيت عند حضرتك شوية مصروفات وعايز تدفعهم. ازاي تثبت ده بالمحاسبة؟ برضو بمعادلة الميزانية. اللي هيحصل ان في جانب الاصول النقدية هتتخفض بمصروف الايجار مثلا 600 جنيه، وراتب 900 جنيه، ومصروفات نسرية ب200 جنيه. يبقى هخفض النقدية 1700 جنيه. وزي ما قلت ان الايراد بيسمع في رأس المال بالزيادة، المصروف بيسمع في رأس المال بالنقص. يبقى 1600 جنيه نقص في النقدية في جانب الأصول. الناحية التانية في الجانب الآخر من المعادلة الطرف الأيسر في حقوق الملكية بند رأس المال الكابيتال، هخفض مصروف الإيجار 600 جنيه، هخفض راتب 900 جنيه، هخفض مصروفات نسرية 200 جنيه. يبقى إجمالي الخفض 1700 جنيه من رأس المال. وتبقى معادلة الميزانية في حالة تساوي. عملية رقم 8، هدفع مصروف الإعلان اللي كنت عامله على الحساب. هدفعه منين يا جماعة؟ هدفعه من النقدية. هو كان بكام؟ كان ب250 جنيه. يبقى في جانب الأصول بند النقدية هينقص ب250 جنيه. في الجانب الآخر من المعادلة هخفض بند الدائنين. ما هو الدائنين التزام دفعته يبقى هينقص، يبقى التزام هينقص وأصل هينقص. تبقى معادلة الميزانية في حالة تساوي. العملية رقم 9، أنا كنت مأدي خدمة ب3500 جنيه، خدت 1500 جنيه نقدية، وكان ليا برا عند العملاء في المدينين 2000 جنيه. جابولي منهم 600 جنيه. حسبت ازاي في معادلة الميزانية؟ اللي هيحصل ان 600 جنيه نقدية هتزيد عن النقدية فين؟ في جانب الأصول. طيب في جانب الأصول برضو المدينين العملاء دي كان عليهم 2000، دفعوا منهم 600، يبقى هخفض العملاء ب600 جنيه من 2000 جنيه، وهزود النقدية ب600 جنيه. طبعا تحليل العملية ده من طرف واحد، التأثير من طرف واحد، زيادة بنقص. تبقى معادلة الميزانية في حالة تساوي. عملية رقم 10، لو جيت حضرتك احتاجت فلوس شخصية هتاخدها من المشروع اللي حضرتك فاتحه. أكيد حضرتك فاتح المشروع عشان تصرف منه برضه، فحضرتك احتاجت على سبيل المثال 1300 جنيه من المشروع. طبعا هتاخدهم من النقدية بتاع المشروع. يبقى الكلام ده ازاي؟ في معادلة المحاسبة. في جانب الأصول النقدية هتنقص ب1300 جنيه. وقلنا يا جماعة إن أي خفض هيأثر في رأس المال بالخفض. هخفض رأس المال ب1300 جنيه في جانب الآخر من المعادلة. يبقى النقدية هتزيد، النقدية هتنقص 1300 جنيه، ورأس المال بتاع المشروع هينقص ب1300 جنيه. وتبقى معادلة الميزانية في حالة تساوي. يا جماعة أكون انتهيت من الحلقة التانية في كورس المحاسبة المالية. انتظروني الحلقة رقم 3، هنطلع مع بعض القوائم المالية وهنعرف ايه فايدة كل قائمة بشكل سريع جدا وبسيط جدا. وقناة 5 Accounting طريقك للواقع العملي. انتظروني في الحلقة رقم 3، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.